مدينة طنجة. هذه أول زيارة لي إلى مدينة طنجة. بصراحة أول ما تدخل إلى طنجة تشعر. يا جماعة الخير، أنا من الناس اللي أعشق أني أتمشى في الأسواق الشعبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوان، كي دايرين؟ كل شيء مزيان؟ حياكم الله. أنا دخلت إلى مدينة طنجة. هذه أول زيارة لي إلى مدينة طنجة. بصراحة أول ما تدخل إلى طنجة تشعر بطابع مختلف شوي عن بقية المدن في المغرب، وهذا اللي يميز المغرب. كل مدينة لها طابع مختلف عن المدينة الأخرى. يعني مراكش طابعها غير، بنيانها المعماري غير، مختلف عن أكادير، مختلف عن طنجة، مختلف عن كازا. 2.5 ساعة في الطريق. طلعنا من بوزنيقة مباشرة إلى مدينة طنجة. 2.5 ساعة. الحين الساعة كم؟ الحين الساعة 2:15. احنا الساعة كم طلعنا؟ 12؟ الساعة 12 الا 11:30 تقريبا. 2:15 من بوزنيقة. الحين داخلين طنجة، يعني بيننا وبين الفندق تقريبا 15 كيلو. بس أول ما تدخل إلى طنجة تشعر بطابع مختلف شوي عن باقي المدن في المغرب. يعني لما تدش طنجة يعني انت خلاص في فرق. مثلا كل مدينة في المغرب لها طابع مختلف. أكادير طابعها مختلف، البنايات والألوان غير عن مراكش، غير عن كازابلانكا، غير عن الرباط. هني أول ما تدخل طنجة تشعر بأن الوضع أيضا يحمل طابع مختلف عن باقي المدن في المغرب. وهذا بصراحة اللي يميز المغرب، أن كل مدينة وكل منطقة لها طابع مختلف عن المنطقة الثانية. احنا وصلنا إلى طنجة ولله الحمد. الطريق كان سهل، الوضع كان جدا ممتاز على مستوى الطريق. وبعد 2.5 ساعة تقريبا حاليا دخلنا الى حدود مدينة طنجة. لكن من اول ما تدخل من الحدود راح يبين لك ايضا مثل ما قلت لكم الطابع المختلف لهذه المدينة الجميلة في المغرب. هذه اول زيارة للمغرب. حاليا مباشرة ان شاء الله راح نتوجه الى الفندق، نحط اغراضنا وبعدها نبدأ جولة بسيطة خفيفة في هذه المدينة الجميلة. احنا قريب اسبانيا. قريبين من اسبانيا. عندنا مضيق جبل طارق. احنا هنا قريب، المينا قريب. يعني هي اقرب منطقة في افريقيا لاوروبا. اقرب منطقة في افريقيا لاوروبا. الله اكبر. اي والله. ايه حلو. شو رايك في الجو؟ جو جميل. درجة حرارة تقريبا 23 درجة مئوية حاليا. احنا الظهيرة، اعتقد بالليل راح يكون الجو بارد. ما عملنا حسابنا، لكن الله يسهل الامور ان شاء الله. والمنظر باللون الاخضر، خضراء اليمامة هي طبعا. لا ديك زرقاء اليمامة. زرقاء. هذيك زرقاء اليمامة. هذا شيء بصراحة جميل جدا. ودرجة حرارة منخفضة، أقل من درجات الحرارة اللي موجودة في باقي المدن. شوف سبحان الله، من باب المصادفة هذا ملعب، صح؟ ملعب ابن بطوطة الجديد. هذا ملعب ابن بطوطة؟ كان في أرفانتينو أمس. هذا ملعب ابن بطوطة الجديد. احنا الآن هذا الملعب، هذا يا جماعة الخير، هذا الملعب على يسارنا ما شاء الله. أول شيء راح تشعر فيه أن درجة الحرارة هني أقل، الجو أبرد من كازا. هذا يا جماعة الخير ملعب طنجة الكبير، الملعب الجديد. ملعب يعني إلى الآن تسميته الرسمية، لكن بشكل كبير يمكن يكون اسمه ملعب ابن بطوطة. أحد الملاعب اللي راح تستضيف أيضا الكثير من منافسات بطولة أفريقيا القادمة وكأس العالم. وقفنا هني بس عشان ناخذ استراحة، لأن احنا خلاص قريبين من الفندق. يا جماعة الخير، أنا من الناس اللي أعشق أني أتمشى في الأسواق الشعبية. والله يا جماعة يعني شغلة كذا وايد أحبها. أدخل الأسواق الشعبية، أشوف الأوضاع كيف. هذه الأسواق القريبة إلى قلبي بصراحة من أي مكان آخر. فإنك تدخل في وسط هذه الأحياء الشعبية، يا أخي تستشعر قيمة المكان. تحس بالناس اللي موجودين وطبيعة الناس اللي عايشين في هذه المنطقة. هذا أحد الأسواق الشعبية اللي موجودة في مدينة طنجة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله، بنين يا أخي، بين عليه بنين يا الله.